دابا غادي نختبروا الزويته ديالنا. غنحتاجوا فيها هذا البخاخ هذا الحاجه الثانيه غنحتاجوا ورقه بيضاء. عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام اينما كنتم، اسعد الله اوقاتكم بألف ألف خير. احبكم في الله. احباب الكرام، اليوم ان شاء الله غادي نجربوا مع بعضياتنا واحد الطريقه عمليه اللي غنختبروا بها ان شاء الله الزيت الحقيقيه من الزيت المغشوشه والمخلطه. الطريقه احباب الكرام بغيت نشاركها معكم باش اننا نتغلبوا جميعا على هذوك الغشاشه وعلى هذوك النصابه وعلى هذوك السماسره اللي كاينين الان في الاسواق. فكل ما كيطيح الثمن ديال زيت الزيتون احباب الكرام الا وكيكثروا هذا النوع من البشر، هذا النوع اللي ما عندهمش ضمائر نهائيا، اللي اخر حاجه كيفكروا فيها احباب الكرام وهي الصحه ديال المواطن. كيديروا جميع الطرق ديال الغش، واحدث الطرق ديال الغش راها كاينه الان في الاسواق. راه شحال من واحد دابا كيتقدى زيت الزيتون وبالثمن وكيديها لدارو وكياكلها هو ووليداته، لكن في الواقع ديال الامر هذيك الزيت راها مغشوشه، راها مخلطه، راه فيها برودويات، راه فيها بعض الحوايج المضره بالصحه ديالنا والصحه ديال الوليدات. لذلك احباب الكرام خاصنا نتحدوا جميعا باش اننا نحاربوا هذه الكذابه وهذه النصابه اللي كاينين الان في الاسواق. لذلك انا جبت لكم هذه الطريقه باش نجربوها امام الكاميرا، انتم اللي غتحكموا. واي واحد في البيت ديالو ممكن انه يجرب هذه العمليه هذه، ممكن انه يجرب هذه العمليه في البيت ديالو بهذه الوسائل البسيطه جدا اللي كنلقاوها في جميع البيوت المغربيه. طريقه واحده اللي غنجربها مع خوتي ومع خواتاتي. غنحتاجوا فيها هذا البخاخ هذا راه كنلقاوه في حاله لما كاينش هذا راه كنديروا غير الاصبع ديالنا، يعني غير صبعنا فقط. الحاجه الثانيه غنحتاجوا ورقه بيضاء كيف ما كان النوع ديالها، سواء كانت مخططه او لا بيضاء. هاد جوج ديال الوسائل غنختبروا بها الزويته ديالنا، جوج ديال الوسائل فقط غنختبروا بها الزيت واش هي حره ولا هي مخلطه، بطريقه عمليه وبسيطه، وانتوما اللي غتحكموا بعينيكم. الطريقه شنو هي احباب الكرام باش ما نطولش عليكم، باش انني ما نكترش عليكم بزاف، وباش انني ما نضيعش لكم الوقت ديالكم، غنمشيو مباشره للعمليه. اول حاجه غنختبروا هذا الزيت المغشوش. انا ما لقيتش زيت مخلطه، ولكن غادي نختبروا الزيت ديال المائده، الزيت الروميه اللي كنطيبوا بها هي اللي غنختبروها ان شاء الله، وكذلك زيت حره. شاهدوا معنا، غناخذوا واحد شويه تقريبا واحد النقطه اللي غنحتاجو، نقطه فقط. غادي ندير لها هذا نقطه. قربي معايا، قرب. هذه زيت روميه، هذه زيت روميه احباب الكرام، وانتم اللي غتحكموا. هذه زيت روميه. كيفاش غادي نعرفوا الزيت الحره من الزيت المغشوشه؟ هذه زيت روميه. شوفوا معايا، غادي نحاول انني نغسل هذا البخاخ هذا باش ما يبقاش فيه الزيت الروميه، باش تكون العمليه ديالنا متقونه. دابا غادي نختبروا الزويته ديالنا البلديه الحره، غنختبروها ان شاء الله. غادي نديرو نقيطه هنا، غادي نحس من العمليه. غادي نديرو نقطه فقط، نقطه. دابا مزيان. ثم دابا احباب الكرام باش غادي نعرفوا الزيت ديالنا الحره من الزيت المغشوشه بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتشاهدوا معنا احباب الكرام، ان حنا دابا درنا هذه العمليه، وباش غادي نعرفوا بانها حره ولا مغشوشه. الزيت الحره احباب الكرام ما كتضيعش لينا في الورقه، ما كتضيعش لينا بزاف، وانما كتبقى
تقريبا في المكان اللي حنا درنا فيه الزويته ديالنا. اما الزيت الروميه راها كتضيع بزاف، راها كتسرح لينا وكدير واحد البقعه غاديه وكتكبر لينا في الورقه ديالنا اللي حنا درناها فيها. هذه الاولى. الثانيه ان الزيت الحره ديالنا كيبقى واحد الجزء منها فوق الورقه، واخا انها كتنشف كيبقى لنا واحد الجزء منها في العمليه هذه اللي كنخليوها تقريبا واحد 3 ديال الدقائق او 4 ديال الدقائق، وكنرجعوا لهذيك الورقه كنلقاو ان الزيت الروميه دارت لنا بقعه كبيره غاديه وكتسرح حتى كدير واحد البقعه كبيره. اما الزيت الحره راه كتبقاش تقريبا شاده لينا غير البليصه ديالها، تقريبا كتسرح واحد شويه ولكن ماشي بحال الزيت الروميه. وكذلك قلنا كتبقى شاده لينا واحد البقعه فوق هذيك النقطه اللي حنا درناها، كتبقى محافظه لينا على هذيك الزويته ديالنا الحره. وها هي دابا النتيجه النهائيه احباب الكرام. شوفوا البقعه ديال زيت الزيتون الحره ما داعتش لينا بزاف، واحد القدر اللي هو صغير جدا، ومازال محافظه لينا على هذيك الزويته الروميه ديالنا فوق الورقه، بخلاف الزيت الروميه احبابي انها كتضيع علينا بزاف في الورقه. دابا يلاه تقريبا دازو واحد 2 دقائق تقريبا بعد ما درنا العمليه ديالنا، وهي دابا فين واصل. الا خلينا واحد 4 دقائق ولا 5 دقائق راه غادي توصل لينا هوك، غدير واحد الدائره اللي هي كبيره. ها انتم شوفوا هذه الحجم ديالها قداش، وشوف هذا الحجم ديالها قداش. بهذه الطريقه احباب الكرام البسيطه والسهله ممكن اننا نعرفوا الزيت المخلطه من الزيت اللي هي حره واصيليه. غير في البيوت ديالنا وفي المنازل ديالنا ممكن اننا نجربوا هذه العمليه هذه ونعرفوا الزويته ديالنا. هذه عمليه بساط، ما كيحتاجوش شي حاجه اللي هي كثيره، كنختبروا بها الزويته ديالنا واش هي حره واش هي غير حره. هذا الشيء احباب الكرام غير باش اننا نحاربوا هذوك النصابه والكذابه والغشاشه اللي هما دايرين حاله دابا في الاسواق، دايرين حاله ولاو كيهدوا هذوك الناس صحاب القنوات وصحاب شو يقول لي باش انهم ما يفضحوهم، باش انهم ما يهبطوش لهم من السومه ديال الثمن ديال زيت الزيتون. في نهايه هذا الفيديو احباب الكرام ما تنسوش انكم تدعمونا في القناه ديالنا المتواضعه بالضغط على زر الاعجاب ومشاركه هذا الفيديو حتى تعم الفائده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.